بكم في هذا النقل المباشر. هذا هو حوار الإياب. الترجي يلعب بفرصة واحدة الانتصار من أجل الصعود للنهائي، والأهلي عنده أكثر من فرضية: التعادل وركلة الجزاء، التعادل الإيجابي، ثم الانتصار. هذه الكرة الأولى والحارس عصام الحضري بامتياز أمام كرة لمراد المالكي. إذا المباراة تنطلق بدون مقدمات، لقاء منتظر جدا. أعطيكم فكرة على الطقس في تونس، تقريب 20 درجة في سهرة رمضانية مميزة جدا. الجمهور غفير وقياسي 50,000 متفرج. وهناك من مصر الشقيقة من عمل التحول لتونس لمساندة الفريق الأول النادي الأهلي. والمباراة تنطلق قلت بدون مقدمات من معين الشعباني. الكرة الأولى تفتك من فريق الأهلي في وسط الميدان، ترجع للترجي من فيصل بن أحمد، يفتكها شادي محمد وائل جمعة بعد غيابهم عن التشكيل الأخير للنادي الأهلي في لقاء الدوري العام ضد شواكيش الترسانة، و2-0 للأهلاوية. يعودوا للتشكيل الأساسي كعودة الهادي خشبة. تعرفوا الهادي خشبة ما شاركش في لقاء الذهاب منذ أسبوعين في استاد ناصر بالقاهرة. التعادل السلبي 0-0 كان ذهابا. الإياب لابد فيه الحسم، وفي ظل كل التوقعات ممكن والاحتمالات سأتحدث لاحقا منذ 4 أشهر في مصر. كرة لأديلتون خطيرة جدا، والهدف الأول للترجي الرياضي. كانت مباغتة جدا من البرازيلي أديلتون على مستوى خط 18 متر. كان ممكن غياب المساندة في دفاع النادي الأهلي المصري والعمق الدفاعي. أديلتون البرازيلي كان أمامه المنفذ للتسديد، ويسجل على يمين الحارس عصام الحضري. الأهلي في محاولة لإنهاء هجمة على إبراهيم وطويلة، ضربة مرمى. إذا المباراة انطلاقتها قوية جدا، نسق رفيع جدا، وننتظر قلت لقاء كبير يليق بسمعة ناديين عندهم في خزائنهم 106 من الألقاب. الأهلي فريق القرن في إفريقيا. سراج الدين الشيحي يفتك الكرة من راضي شعايدي، توصل الكرة لتوفيق الهمامي. حذاري من اللعب هذا لأنه سريع جدا، يتوغل ويحاول التوزيع على القائم الثاني. وخبرة عصام الحضري كان أول مرة في تشكيل الأهلي في 97-98، كان في فريق دمياط وضد الترجي ذهابا، كان لأول مرة كابتن النادي الأهلي. كرة ترجع من لاعب تشيرنو من سيراليون، الهادي خشبة الكابتن يلعب لأحمد أبو مسلم أو أبو المجد مصطفى في وسط الميدان. سانتي هادي خشبة، كرة الخلف لإبراهيم السعيد، تمشي لين لأحمد أبو مسلم. كرة يفتكها دفاع الترجي، مجعايدي يطلب الواحد اثنين، يلقاها مع الهمامي، وناجح مثلث الترجي الهجومي في هذه اللحظات. توصل الكرة في منتصف الملعب، فيصل بن أحمد، التمرير لمعين الشعباني، لفيصل، جوهر المناري، التمرير لرينالدو، علي في التوزيع خطير على دفاع الأهلي، شق كل الدفاع والمنطقة الخطيرة للأهلي. محمد شادي، الأهلي في آخر لقاء في الدوري العام كان انتصر على شواكيش الترسانة 2-0، والترجي انهزم في حدث تاريخي لأول مرة من أكتوبر 97 ضد النادي البنزرتي 2-1 في بنزرت. اللعبة الآن حلوة من الفريقين. الترجي يتقدم بالهدف، لكن الأهلي يحاول التقدم في ميدان الترجي في إمكانية ومحاولة منه لإدراك التعادل. نذكر الترجي يلعب بفرضية واحدة، هي فرضية الفوز للصعود للنهائي، بينما النادي الأهلي يلعب بأكثر من إمكانية. 0-0 الآن نهائيا، خرجنا منها ركلة الجزاء، ما فيش بينالتي، لكن الأهلي يلعب على التعادل الإيجابي من أجل الصعود لمحطة النهائي. كرة تفتك في وسط الميدان، والتماس يعرى عليه الحكم المساعد جمال الهواري. معين الشعباني في تنفيذ التماس. ربع ساعة لعب من زمن الشوط الأول. الأهلي في محاولة دائمة للبحث عن هدف التعادل، والترجي في سعي متواصل لخطف الهدف الثاني. 0-0 في القاهرة. الترجي ابتسم له الحظ في ركلات الجزاء. نافس الكبير بين الفريقين، مستواهم متقارب جدا، لذلك كل الاحتمالات جائزة رغم أسبقية الترجي بهذا الهدف الحقيقة اللي كان مميز من أديلتون. وما أكثرها حكايات العشق للكؤوس الأفريقية للفريقين.
الاهلي شارك لاول مره في 76 والترجي عام 71. خطيره هذه الكره والتوغل من ابو المجد مصطفى. هل ركنيه تماس في الاخير؟ هي تماس لفريق النادي الاهلي اللي بدا يخرج من مناطقه، بدا يحاول الضغط على دفاع الترجي في مناطقه الخلفيه ويحاول استغلال مهارات هدافه علي ابراهيم وانتهازيه تشيرنو. لننتظر التوزيعه جانبيه من ابو المجد مصطفى، يستفيد منها الترجي من رميه مرمى، ضربه مرمى لمحمد الزوابي. يعني فريق بطولات وهو في الاسبوع يعني تدرب مع لاعبي الاهلي بالقميص الاحمر او الفانيلا الحمراء في محاوله لتشجيع فريقه. قال فريقي عنده الامكانيات لتكرار سيناريو لواندا والجزائر. جعايد يفك الكره للشيحي، الشيحي في خط المنتصف، 31 سنه من عام 91 في الترجي، شباب و شيخوخته الكرويه صحة العباره، مع خبره كبيره اكثر من 80 مباراه دوليه، في انتظار استرجاع الكاس الغاليه افريقيا في شهر جانفي يناير في مالي. مصر، تونس، الجزائر والمغرب. لهذه خشبه كره مصريه من وائل او وائل جمعه، قعدت نفكر في وائل رياض. كره في التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي، على يمين الحارس محمد الزوابي، التماس على يسار الحارس عصام الحضري، يلعب كرة رينالدو الفيصل بن احمد في التوزيع داخل منطقة الجزاء، الاسبقية والافضلية لابراهيم السعيد، يطلب 1-2. لعب على ابراهيم هداف الاهلي في هذه المسابقة، سجل 5 اهداف. فيصل بن احمد طويلة، شوفوا بين 3 لاعبين، وحده مراد المالكي، ديلتون انتظرت التسديد، توصل رينالدو يسدد لكن بعيد على الحارس عصام الحضري. النادي الاهلي مش غريب على الجماهير التونسية، بخلاف انه معروف لتاريخه وانجازاته الطويلة في المعادلة في الاثنين، التأمين الدفاعي والنجاعة الهجومية. الشيحي يرجع الكرة كما جات مبدئيا في التماس، لكن ديلتون يسبق الكرة وياخذها ويخليها للترجي، يتعدى بأبو المجد مصطفى، والكرة ممتازة من جوهر المناري. جوهر المناري يلقى المساحة امامه للتوغل، يلعب على رينالدو، علي لوا يقرب المنطقة الجزاء، يخرج وائل جمعة والخطأ موجود. خطأ لمصلحة البرازيلي رينالدو علي لوا. الكرة بعيدة، مخالفة من رينالدو ديلتون، نعرفوهم البرازيليين الاثنين عندهم امكانيات كبيرة في التسديد. رينالدو علي لوا يتقدم للكرة، يحاول التسديدة، كانت قوسة لكن بعيدة عن الحارس عصام الحضري. 61 لقب محلي و11 دولي للاهلي، 27 لقب محلي و7 لقب دولي للترجي. الحضري يعني يوجه في دفاعه للتصدي لهذه الهجمة. ترجع الكرة من اللاعب شادي محمد، هذه خشبة يمس الكرة لساندي لكن الترويض كانش ممتاز. تمريرة ايضا لاعب الترجي كانت ضايعة، عديدة هي التمريرات الضايعة الان من الفريقين، يستفيد منها الترجي وتوفيق الهمامي لكن في اوفسايد تسلل. دفاع الفريقين ناجح جدا في اعتماد خط التسلل، طريقة لقاها مانويل خوزيه البرتغالي، اغلى مدرب في تاريخ مصر، 32,000 دولار في الشهر. انغولا خسرت 5-1 من البرتغال، بينما تونس اول لقاء لها مع اوري ميشيل الفرنسي المدرب الجديد سيكون 5 جانفي. تسلل على ابراهيم، الرابعة ضد الاهلي. انا نحكي في اخبار تونس ومصر لانهم سيتجدد حوارهم في بطولة الامم الافريقية. الاحمر والابيض الاهلاوي او الاصفر والاحمر ترجي، كنا باش نكونوا معاهم في النهائي، هكذا القرعه شاءت انهم يلعبوا في نصف النهائي. رادي شعادي، عصام الحضري، فيصل بن احمد كما جات، وعصام كان في التوقيت والمكان المناسب. قرا كوره فيصل بن احمد ممتاز جدا. فيصل بن احمد يعوض طارق ثابت في الرواق الايمن، مش سهل راهو تعوض طارق ثابت. فيصل بن احمد الان بنجاح، وممكن انا نلاحظ في شيء مهم جدا، ممكن الكابتن طارق والكابتن وحش يكتوه ولا، والحكم الرابع التونسي توفيق العشنقي يرفع دقيقتين، وصلنا ل 44 دقيقة و30 ثانية. حركية تقل في بنك الاحتياط الفريقين، كأنه علي الفرقاني ومانويل خوزيه ينتظروا نهاية الشوط من اجل تعديل اوتار فرقهم. 9:30 بالتوقيت المحلي لتونس، نعرف القاهرة على 11:30 في هذه السهرة المميزة جدا الحقيقة الرمضانية.
1-0 اديتهم في الدقيقة الثانية. الان 45 دقيقة لعب انتهت، دخلنا في الوقت البديل، ما زالوا دقيقتين 120 ثانية ثم تكون بعدها فترة الاستراحة، ولو هي مش استراحة 100%، ستكون ربع ساعة من التوجيهات والنصائح ولعب اخر الاوراق في هذه المباراة. خالد بيبو وائل رياض وليد صلاح الدين الاوراق الرئيسية للاهلي، واوراق علي الفرقاني المخفية قد تكون حسن الرياحي الكنزاري وعلي حامد. ضغط من منتصف ميدان الاهلي، لكن المنيري ينجح في التمرير لزميله فيصل بن احمد. التوزيع من فيصل بن احمد، ما فيش تسلل. مراد المالكي، ابراهيم السعيد خطير على دفاع الاهلي، كرة عالية كانت خطيرة جدا في لحظات الوقت البديل. مراد المالكي بين ابراهيم السعيد والجمعة كانت تكتيكية بالاساس. الى اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني لمباراة الشقيقين.